السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا سنة رابعة؟ معاكم مس حبيبة رضا من قناة بسطالك في الرياضة. ان شاء الله هناخد الدرس الاولاني 2026 وهو الاعداد الكبيرة. هو ايه الاعداد الكبيرة؟ تعالى بس افكرك الاول ان احنا كان عندنا عائلات. قلت لك كل عائلة بتتكون من كام خانة يا مس؟ من 3 خانات. كل عائلة بتتكون من كام خانة؟ قال لي من الثلاث خانات: احاد، عشرات، مئات. احاد، عشرات، مئات. طب العيلة الاولى بسميها عيلة الوحدات، بسميها عائلة الايه؟ الوحدات. طيب العيلة التانية يا مس اهو احاد، عشرات، مئات، هسميها عيلة الايه؟ الالوف. يبقى ما بين كل عيلة وعيلة في فصل اهو. يبقى العيلة الاولى 671، 671. طب والعيلة التانية يا مس 340. ايه تمييز العيلة دي؟ ايه تمييز العيلة دي؟ قال الألوف. يبقى 340 ألفا، 340 ألفا. طب يا ميس هنا 589 مليون، 589 مليون. طب الاتنين قلت لك دي في عيلة المليارات، دي في عيلة مين؟ المليارات. لا يا مس انا مش فاهم، تعالى واحدة واحدة وانا هفهمها لك. اول حاجة عندي الوحدات. عيلة الوحدات بتنقسم لأحاد، عشرات، مئات. بتنقسم لأحاد، عشرات، مئات. طب تعالي يا مس اكتبي لي، ممكن تكتبي لي دول هنا؟ حاضر. يبقى هيبقى واحد فين؟ في الأحاد، والسبعة في العشرات، والستة في المئات. ممتاز. يبقى أحاد، عشرات، مئات. طب و340 يلا فكها معايا. الصفر يقف فين؟ في الأحاد. أحد ايه؟ الألوف. طب والأربعة في عشرات، عشرات ايه؟ الألوف. التلاتة هتقف فين؟ في المئات، مئات ايه؟ الألوف. ممتاز. تعالى لعيلة الملايين. مين؟ 589. تسعة تتحط في أحد الايه؟ الملايين. طب التمانية عشرات الملايين، الخمسة مئات الملايين. طب والاتنين يا مس في المليارات، في أحد المليارات. ايه ده يا المليارات ليها أحد، عشرات، مئات؟ لو كملنا هي ليها. أي عيلة قلت لك بتتكون من كام خانة؟ 3. أحد، عشرات، مئات. عندي كام عيلة يا مس؟ وحدات، ألوف، ملايين، مليارات. وحدات، ألوف، ملايين، مليارات. وحدات، ألوف، ملايين، مليارات. ممتاز. اكتب القيمة المكانية. يعني ايه القيمة المكانية؟ يعني البيت اللي انا واقف فيه. البيت اللي انا واقف ايه فيه. القيمة المكانية البيت اللي انا واقف فيه او الخانة اللي انا واقف فيها. طب تعالى معايا هنا في الارقام دي. هي التمانية يا مس واقفة فين؟ التمانية تعالى معايا هنا. احاد، عشرات، مئات. احد الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. احد الملايين، عشرات الملايين. يبقى التمانية واقفة فين يا مس؟ في عشرات الملايين. ممتاز. طب التلاتة سامعاك يا اللي بتقول ها شاطر. ممتاز. في مئات الايه؟ الالوف. التلاتة واقفة فين؟ في مئات الالوف. طب الخمسة يا مس، الخمسة واقفة فين؟ ممتاز، برافو عليك. الخمسة واقفة في مئات الملايين، في مئات الملايين. ممتاز، شطار. شايفك، شايفاك. ممتاز. يلا يا باشمهندس، برافو عليك. انت ايه الشطاره دي؟ الاتنين انت بتقول واقفه فين؟ في احاد المليارات. واقفه فين؟ في احاد المليارات. او ممكن اقول له واقفه في المليارات. يعني ممكن اقول له احد المليارات، او ممكن اقول له ايه؟ واقفه في المليارات. طب يلا التسعة. التسعة واقفة فين؟ التسعة واقفة يا ميس ممتاز في أحد الملايين. طب السبعة أحاد عشرات. يبقى السبعة واقفة فين؟ في العشرات. طب الواحد واقف فين يا مس؟ في الأحاد. طب الأربعة واقفة فين؟ في عشرات الايه؟ الألوف. ممتاز. اقرأ الأعداد الآتية.
تمام. ملحوظة، احنا بنقرأ من الشمال. تعالى مع بعض هنا. أحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحد الملايين، عشرات الملايين. تعالى نقرأ يا مس من الشمال. بنقول 13 ايه تمييزي؟ مليونا. ممتاز. طيب سامعاك يا اللي بتكمل، ممتاز شاطر. 195,608. يا ميس هو هنا مش هكتب جنبها تمييز؟ لا، ما هي دي فين؟ في الوحدات. طالما في الوحدات ملهاش تمييز، يبقى هكتب هنا 13 مليونا. يلا كمل. ممتاز. ها، و 195,608. ممتاز. يلا نشوف مين الشطور اللي هيكمل معايا. أحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، أحد المليارات. يا ميس بس دي 5 بس، يعني مفيش حاجة غيرها. يبقى أقول ها، أنا ببدأ من اليسار أو من الشمال. ها، أقول 5 مليار. 5 مليار. يبقى أنا هاخد أول هنا كل 3 مع بعض. يلا نكمل. 673. 673 مليونا. ممتاز. 101,000 و396. 396. ممتاز. طب يلا هنا يمس. أحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. هكتب، يبقى أنا في بيت مين؟ الملايين. همشي من الشمال أهو، هكتب 100 مليونا وكام؟ 639,000 و625. طب يلا هنا يا مس، تعالى بس نقرأ الرقم ده. أحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، مليار. يبقى أنا عندي 9,176,452,838. تمام. جه بيقول لي اكتب كل من القيمة المكانية والقيمة العددية. خلاص يا ميس، احنا عرفنا القيمة المكانية لل3 هي واقفة فين؟ في العشرات. طيب يا ميس، نعم، هي ال3 هكتبها ازاي؟ قلتلك بص على اللي قبلها. هي قدامها كام خانة؟ خانة واحدة. يبقى انا هنزل 0 1. يبقى العشرات تقابلها 30. مش انا قلت 38؟ يبقى انا قدامها كام خانة؟ خانة واحدة. طيب يا مس الواحد، تعالى معايا هنا. أحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. يعني هي واقفة فين؟ في مئات الملايين. طب يا مس القيمة العددية، هكتب الواحد واشوف قدامه كام خانة، اقلبهم اصفار. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. ادي 1 2 1 2 3 1 2 3. ممتاز. طب 7 يلا معايا بسرعة. ده بيت الوحدات، ده بيت الألوف. يلا في بيت الملايين. أحد الملايين، عشرات الملايين. ممتاز. هي واقفة فين؟ في عشرات الملايين. فاحنا عرفنا ان انا عندي كام بيت في الوحدات؟ 3. وكام بيت في الألوف؟ 3. وبعدين أحد الملايين، وال7 هتنزل في عشرات الملايين. ممتاز. طب يلا ال6 يا ميس، هي ال6 واقفة فين؟ احنا عرفنا هنا وحدات ألوف ها ملايين، يبقى واقفة في أحاد الملايين.
ممتاز. طب الستة، اكتب الستة وهي قدامها كام خانة يا ميس؟ 6 خانات، هقلبهم 6 صفار. شاطر، شايفاك يا اللي بتحل انت، ممتاز. 9 واقفة فين؟ في المليارات. 9 واقفة فين؟ في المليارات. هو المليار رقم قدامه كام صفر؟ 9 اصفار. ادي 9 واحط قدامها 9 ايه؟ اصفار. الأربعة يا ميس واقفة فين؟ أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. طيب يا ميس هي قدامها كام خانة؟ 5 خانات، يبقى اكتب 4 وقدامها كام خانة يا ميس؟ 5 خانات. 8 واقفة فين؟ في الأحاد. في حاجة قدام ال8؟ لا يا ميس، يبقى تنزل 8 بس من غير حاجة. يا ميس في أرقام؟ لا دي بعدها، أنا عايزة اللي قبلها. في حاجة قبل ال8؟ لا. طيب الصفر، هو واقف فين الصفر؟ في المئات. طب القيمة العددية للصفر، مش هينفع اكتب 3 اصفار كده، بكتب القيمة العددية صفر، مش بكتب حاجة غير الصفر. تمام، يبقى انا مش هكتب 3 اصفار. طب الاتنين يا ميس واقفة فين؟ واقفة في احاد الالوف. طب يعني 2 قدامها كام خانة؟ 3 خانات، هتتقلب ل3 اصفار. بيقول لي كون اكبر عدد. كون اكبر ايه؟ كون اكبر واصغر عدد. طب يا ميس هو اكبر عدد ده اكونه ازاي؟ قلت له انا شغلي من اليسار، بشتغل منين؟ من اليسار. بشتغل منين؟ من اليسار. طب يا ميس كوني لي اكبر عدد هنا. قلت له اكبر عدد هختار اكبر رقم واحطه. مين اكبر رقم هنا؟ ال9. ممتاز، يبقى اول رقم هكتبه هو ال9. بعديه مين؟ ال5. شايفاك، ممتاز، برافو عليك. مين بعد كده؟ ال4. شاطر. بعد كده مين؟ ال3. بعد كده مين يا مس؟ 2. طب تعالى مع بعض، احاد، عشرات، مئات، وحط فاصلة. احد الالوف، عشرات الالوف. ممتاز. طب اصغر عدد يا مس، هبدأ، هو قالك ايه؟ عايز اصغر عدد، يبقى هبدأ باصغر رقم. مين اصغر رقم عندي؟ ال2. بعد كده مين؟ ال3. بعد كده مين؟ ال4. بعد كده مين؟ ال5. بعد كده مين؟ ال9. يبقى اهو احاد، عشرات، مئات، وحط الفاصلة، هيبقى 23,459. طب يلا يلا يا ميس، هنا اكبر عدد ممكن اكونه، هبدأ من اليسار. مين اكبر رقم؟ 9. يلي مين؟ 7. يلي مين؟ 5. بعدين 3. بعد كده 0. طيب يا ميس اصغر رقم هنا 0. لا، تعالى اوريك حاجة. ما ينفعش اقول ان 0. تعالى لو احنا عملناها هنعملها ازاي؟ 0 بعد كده 3 بعد كده 5 بعد كده 7 بعد كده 9. بس انا قلت لك ان 0 على اليسار ليس له ايه؟ قيمة. ليس له ايه؟ قيمة، كأني ما كتبتوش. انا اديتك هنا كام رقم؟ 1 2 3 4 5، بس انت كتبت لي كام؟ 1 2 3 4. طب يا مس ما انا كاتب الصفر، لما انا قلت لك الصفر على اليسار ملهوش ايه؟ قيمة، فاحنا ما ينفعش نكتبه كده. يبقى انا اول ما يطلب مني اصغر رقم ويكون معايا 0، بقول له الصفر ده عامل زي النونة بالظبط، لازما اخده ما بين رقمين عشان ما يقعش مني. يبقى الصفر عامل زي النونة، لازما حد يشيله. طب مين اللي يشيله؟ مين الاكبر من الصفر؟ ال3. يبقى هبدأ بمين؟ بال3. بعد كده هاخد مين يا مس؟ الصفر عشان ما يقعش، وارجع اشتغل عادي. من الصغيرة؟ ال5. بعد كده 7. بعد كده 9. ممتاز. طب يلا، بيقول لي كون اكبر رقم. هنا مين اكبر رقم؟ قال لي يا ميس اكبر رقم 6. بعد كده 5. بعد كده 3. بعد كده 1. بعد كده 0. طب يلا يا ميس هنبدأ هنا. هبدأ بالصفر يا ميس؟ لا، انا قلت لك بقى ان الصفر صغير، هاخد الرقم اللي ايه؟ اللي بعده. مين اللي بعده؟ 1. بعد كده احط الصفر في النص عشان هو نونة ما يقعش. بعد كده هكمل 3 5 6.
في اي مشكلة؟ يبقى كده عملنا اكبر عدد واصغر عدد. بيقولي اكمل ما يلي. تعالى نقرأ الرقم ده مع بعض. هي أحد عشرات مئات، أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، أحد الملايين. يبقى 9,453,624. يبقى أنا هكتبها ازاي؟ هقول والله أنا عندي 9 في الملايين، و453 طب 453 و624 624. نفس الفكرة. ده بيت مين؟ الوحدات. ده بيت الألوف. ده بيت الملايين. يبقى هكتب عندي 417,936,204. ماشي يا مس. وهنا اهو بيت الوحدات، بيت الألوف، بيت الملايين، المليارات. يبقى أنا عندي كم مليار؟ 3 في المليارات، و679 مليونا، و504,213. طب يا مس، جه قال لي اعملي العكس. هو اللي اداني 27,253,090. عايزة افتكر معاك حاجة مهمة جدا، وهي ان المليار واحد وقدامه كام صفر يا مس؟ قدامه 9 اصفار. يبقى المليار واحد وقدامه كام صفر؟ 9. طب المليون يا مس؟ المليون واحد وقدامه 6 اصفار. طب الألف؟ الألف فيها قدين يا مس؟ واحد وقدامه كام؟ 0 3. طب المئة؟ واحد وقدامها 0. تمام. نفس الفكرة. هاجي هنا بيقول لي 27 مليون، مش ده اكبر رقم عندك؟ يبقى انا هكتب 27 مليون. كام خانة قدامها؟ كام خانة المليون يا مس؟ قدامها 6 صفار، يعني 6 خانات اهو. وابدأ اكتب 253,000. 253,000. تمام يا مس. وبعدين 90. هكتب كده 90 اهي. طب يا مس في خانة فاضية، الخانة الفاضية احط مكانها 0. الخانة الفاضية احط مكانها 0. طب تعالى نجرب تاني. 5 ملايين، يبقى 5 اهي، وقدامها كام خانة يا مس؟ قلنا 6 خانات. ادي 6 خانات. يلا 570. 570 اهو، و6. يعني خانة الوحدات مفيهاش غير مين؟ ال6. طب يا مس الأحد والعشرات والمئات هحط مكانهم اصفار. يلا هنا 3 مليارات، يبقى 3 مليارات، يبقى 3 وقدامها كام خانة؟ 9 خانات. يلا يا مس. و300 و200. يبقى 3 مليارات، 3 وقدامها كام صفر؟ 3 مليارات، يبقى ايه؟ 3 وقدامها كام خانة يا مس؟ 9 خانات. بعد كده هنقول 302 مليون. 302 مليون، و83 ألفا. يبقى اكتب 83 و512. 512. طب يا ميس في خانة في بيت الألوف، في خانة المئات ما فيهاش حاجة، احط مكانها 0. كده خلصنا حصتنا. ان شاء الله هنزل لك واجب هتحله، وهنزل لك بعدها فيديو ان شاء الله بحل الواجب. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، ولازم تفعلوا زر الجرس. كانت معكم ميس حبيبة.